عليهم، وكنت بكلمه قبلها بيوم، وبعدين قفلت معاه ونمت. وتاني يوم نزلت عشان افتح المحل كالعادة، وفعلا لقيت الدكتور احمد موجود في الصيدلية. مش قادرة اقولكم على الفرحة اللي انا كنت فيها. دخلت وسلمت عليه وسألني على الحقنة علشان يديهالي، لكن انا قلتله ان هي لسه في البيت وان انا ما بحبهاش، ما بحبش اخد الحقن دي. قالي وبعدين معاكي، انا كده هزعل منك، ممكن بقى تتفضلي تروحي تجيبيهم علشان اديهالك وتاخدي واحدة منهم. قلتله حاضر، بس من غير ما تزعل مني ولا حاجة. وفعلا طلعت على البيت، لان البيت زي ما انا قلتلكم في الاول قريب اوي من الشغل. رحت واخدت الحقنة ونزلت اديتهاله، وبعد ما شاف الحقنة عارف يعني ان دي بتتاخد في البطيخة وكده،